أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حقيقة في البداية نعزي أنفسنا ونعزيكم جميعا، ونعزي وطننا الغالي وأسرة وقبيلة بل عبيد وآل عمر في فقيدهم الراحل الشاعر عامر بن عمرو النجم شاعر المليون رحمة الله عليه. هذا الشاعر التقيت به لأول مرة في عام 2019 في الإمارات لما ذهبت أقدم في مسابقة شاعر المليون. شاعر بكل ما تحمل الكلمة من معنى، شاعر في حضوره، في إلقائه، في طريقة نظمه وكتابته للقصائد، في طريقة اختياره للمفردات، شاعر لغوي، شاعر ثقافي، شاعر أدبي، شاعر سياسي، شاعر يعني لا تمل ولا تكتفي من السماع لقصائده. فسألته رحمة الله عليه إيش السبب اللي مخليك كذا؟ قال هذه موهبة من الله عز وجل وحسب ما يطورها شاعرها. فدخلني إلى مكتبة في منزلهم في أبو ظبي. المكتبة هذا فيها حوالي أكثر من 500 كتاب. قال شوف هذه الكتب يمكن 90% قرأتها. القراءة يا عبد الله القبالي تجعل الشاعر يتطور. اقرأ وغذي راسك بالمعلومات، بالأفكار، بالنظم. اقرأ، اسمع للشعراء الكبار، اسمع للناس اللي في العصور القديمة في العصور الجديدة. فرحمة الله عليه كان له الفضل بعد الله عز وجل فيما وصلت له أنا من مستوى في الشعر. ولذلك هذه النصيحة الذي أعطاني إياها أوصلها إلى كل شاعر. يا إخواني، كثر الهزج والمزج والكلام الفاضي، ومع برامج التواصل الاجتماعي من معه كلمتين قال شاعر وحصل له 4 يسوي له إعجابات وصح لسانك وازعج الناس كل يوم ينزل له قصيدة. كثر الهزج والكلام الفاضي ومن يعني أضعف مستويات حتى في القصيد، مش بنقول الشعر، مستوى يعني ضعيف ومشكلة تلقى الواحد مستواه في الشعر ضعيف ويدخل في القطاع السياسي والقطاع الإعلامي والقطاع التربوي والقبلي. إخواني، إذا لم يكن لديك بيت يشهد لقائله الذي قاله من خلال سماع المستمع له ويقول صح الله لسانه في الغياب قبل يعرف شاعره، لا تكتب يا أخي، لا تزعج الناس. وأنا أتكلم خصوصا عن أبناء وطننا اليمنيين. وبهذا الفقيد رحمة الله عليه عامر بن عمرو لا أستطيع أني أو لم أستطع أني أجد شخص بمثله حقيقة في اليمن، ولا قصور في الشعراء، لا يكون أحد بمستواه ولا أحد بيوصل مستواه. شاعر 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 عبقري، مهندس بكلمات، رسام، خطاط، مفكر، رحمة الله عليه. وأسأل من الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له، وأسأل من الله أن يعطي الأخواننا الذين يهوون الشعر الطريقة الصحيحة التي يكتبون بها وينشرون بها حتى نفيد المجتمع من قصائدنا.